في طلبات كده ساعات بتبقى غريبة شوية من العملاء وبتبقى مضحكة بالنسبة لي بصراحة، بس احنا بطبيعتنا ما بنحبش نزعل العملاء فبنريحهم، بس حبيت اطلع اتكلم عنها. ومن اكترها موضوع ان عميل يقول لي انا عايز العسل خام زي ما انت بتجيبه من المنحل، ما تصفيهوش ولا تعمل فيه اي حاجة. بقول له حاضر عينيا، وبالفعل بعمل كده، بس بنبهه بقول له لو انت شفت اي حاجة تضايقك في العسل دي مش مسؤوليتي، لان العسل ده طالع من خلية، الخلية دي بيبقى فيها يرقات، بيبقى فيها نحل ممكن يبقى ميت، بيبقى فيها ممكن دبابير، بيبقى فيها الكلام ده احنا كله بنشيله من على العميل وبنصفيها بطريقه صحيه جدا بدون حراره، وبنسلمها للعملاء. بس في ناس بتبقى حابه كده. طب انا عندي سؤال، العسل الخام ده ميزه ولا عيب؟ يعني انا لما اديك العسل بحاجته دي كده حاجه ميزه ولا لا؟ انا هرد عليك برد بسيط جدا. ربنا عز وجل لما ذكر العسل في القران قال ايه؟ وانهار من عسل مصفى. ده معناه ايه؟ معناه ان العسل اصلا الشوائب اللي فيه دي مش ميزه، والا كان ربنا عز وجل ذكر اي شيء غير ان هو يبقى مصفى. فالعسل المصفى يا جماعه دي ميزه، ودي تكلفه علينا احنا بنتحملها عشان نقدم لكم عسل سهل الاستخدام وتقدروا تستخدموه بدون ما تتأذوا من منظر معين، لان ده منتج جاي من الطبيعه، من الصحراء، من الجبال، من المزارع، فممكن تشوفوا حاجات ما تعجبوش خالص يعني. في النهايه اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده. تقدروا دلوقتي تزوروا موقعنا وتطلعوا على جميع منتجاتنا otroja.com.